الحمد لله الحمد لله على كل حال. زي ما شفتوا انتم تأهلنا في العلامة الكاملة وبجدارة واستحقاق. والحمد لله والف مبروك لكل الشعب والجمهور اليمني، وان شاء الله كما عودناكم ان شاء الله باذن الله ناخذ البطولة. حقيقة كل المنتخبات مستوياتها يعني متساوية، هي هذه مباراة نهائية يعني لها تفاصيل يعني تفاصيل صغيرة وجزئيات بسيطة هي ممكن تنتهي فيها المباراة. احنا سنحضر تحضير جيد لأي منافس يجينا في النهائي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الفريق يكون بشكل جيد إن شاء الله. المنتخب قدم مستويات جميلة من بداية البطولة إلى نهاية البطولة. المنتخب يوم عن يوم يتطور، المنتخب يوم عن يوم يقدم مستويات جميلة. لا خوف على منتخبنا، طبعا منتخبنا أخذ المجموعة بجدارة ونصف النهائي بالأقدر، وإن شاء الله أنا من خلال رؤيتي الفنية أرى أن المنتخب سيظهر في المباراة النهائية بمستوى راقي، ويختتمها إن شاء الله بحمل كأس غرب آسيا للناشئين، ويفرح جمهورنا العزيز في كل بقاع. طبعا بالنسبه للمباراه بكره هي مباراه طبعا مباراه كبيره، وامام منتخب السعودي الذي يعتبر من فرق المنتخبات المناسبه والكبيره، لكن لنا ثقه كبيره بجهود اللاعبين خاصه، ونحن قدمنا نتائج كبيره خلال المباراه السابقه وتاهلنا الى المباراه النهائيه بجداره. فبالتالي الجمهور اليمني متحمس جدا، لاعبينا على هبه الاستعداد، منتخب يرفع الراس، والفوز ان شاء الله تعالى لمنتخب الناشئين اليمنيين الذين اثبتوا من اول بطوله الى الان، من اول البطوله الى الان العلامه الكامله، وهذا المنتخب حقيقه نفتخر فيه، وندعو من خلال صفحه الاتحاد الى دعم هذا المنتخب. ندعو الاتحاد وندعو الوزاره وندعو كل من يهمه الامر ورجال الاعمال. اتمنى ان يصل ندائي هذا الى دعم هؤلاء الشباب الذين يرفعوا الراس. انا يماني وراسي دائما عالي، صابر مصابر مكافح دائم الازمان، انا الذي لاجل الاقصى ابذل الغالي، افديه بالدم والارواح والابدان، انا الحضاره وانا الاول وانا الثاني، انا اولي باس واسمي جاء في القران. كذا الاداء اذا حافظ على هذا المنتخب ان شاء الله البطولات القادمه يمانيه باذن الله. الكاس يمني واللعب يمني والفوز يمني.